لو انت فاكر ان فرنسا هتسيب النيجر بسهوله زي ما سابت مالي وبوركينا فاسو تبقى غلطان، لان النيجر مش زي اي بلد بالنسبه لفرنسا لسببين. اولهم انها مليانه بالموارد الطبيعيه اهمهم اليورانيوم زي ما قلنا قبل كده. اما السبب الثاني ان فرنسا استثمرت فلوس في النيجر وبرضه بغرض استخراج اليورانيوم وتصديره لفرنسا، ولحد الان قاده الانقلاب في النيجر على موقف مستعدين استعداد تام لاي تدخل عسكري سواء من منظمه الايكواس او حتى من اي جهه ثانيه. وخلينا نعرف اخر التطورات. انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب. انا عصام عبد الحميد وده المفيد. يوم الخميس اللي فات حصل اجتماع من منظمة الإيكواس في مدينة أبوجا في نيجيريا، واللي برغم إن المدة اللي أعطوها لقادة الانقلاب في النيجر خلصت عشان يرجعوا على اللي بيعملوه ويرجعوا النظام الدستوري من جديد، واللي كان متوقع من الإيكواس أي رد عنيف زي تدخل عسكري مثلا ما حصلش، إلا إن قراراتهم كانت زيها زي أي كلام دبلوماسي بيتقال في أي اجتماع، زي إنهم ينددوا باللي حصل لبازوم وكمان يطلبوا تأييد من الدول الكبيرة لقراراتهم، وانهم بيحملوا قاده الانقلاب مسؤوليه سلامه بازوم وكل كلام الانش ده، وانهم لسه هيحاولوا يحلوا المشكله بشكل سلمي. لكن قرار التدخل العسكري لسه مطروح على الترابيزه، خصوصا ان تم نشر قوات الايكواس استعداد للدخول في اي وقت في النيجر، بس احتمال ان يحصل تدخل مسلح صعب لسببين. اولهم ان لو حصل حرب في النيجر فاكيد الخسران من قبل ما الحرب تبدا هي قوات الايكواس، لان المجلس العسكري في النيجر عارف ان ممكن يحصل عليه هجوم في اي وقت، وده اللي مخليه مستعد، بمعنى ان مش هيبقى فيه عنصر مفاجاه من اللي بيحسم الحرب لصالح الطرف اللي بيفاجئ. اما السبب الثاني ان امريكا ما تفضلش خالص في الوقت ده ان يحصل حرب في غرب افريقيا، وبرضه بسببين. اولهم ان الاوضاع بسبب حرب اوكرانيا وروسيا مش مستقر. اما السبب الثاني ان امريكا داخله على انتخابات رئاسيه جديده ومش عايزه توتر المنطقه، وبعتوا فيكتوريا نولاند وكيله وزاره الخارجيه الامريكيه عشان تقابل قاده الانقلاب وتفاوضهم، الا ان المجلس العسكري هناك رفض مقابلتها، وكذلك فرنسا اللي بيحاولوا يوصلوا لحل سلمي بالتفاوض. ولكن كل ساعه بتمر على قاده الانقلاب في النيجر بتزيد قوتهم وسلطتهم، وده من خلال دعم الشعب ودعم الباشا ده، بس من خلال قوات فاجنر. خلي بالك الموضوع مش مجرد بس انهم قطعوا بازوم وسيطروا على النيجر، لا، كمان المجلس العسكري في النيجر عطى القوات الفرنسيه مهله 30 يوم عشان يغادروا اراضيهم، والا هيشنوا عليهم الحرب زي ما حصل في مالي وبوركينا فاسو، وده اللي مخوف ماكرون. وبكده هيبقى شكرا مفيش فرنسا تاني في افريقيا تقريبا، حتى لو موجوده في دول افريقيه تانيه، بس النيجر مش زي اي دوله بالنسبه لهم. وقلنا ليه في الحلقه اللي فاتت. خلال اجتماع الاكواس اكد الرئيس النيجيري تينوبو ان ممكن يحصل تدخل عسكري في النيجر عشان يجبر المجلس العسكري في الرجوع عن تمرده. ومش كده وبس، كمان رئيس كوت ديفوار طلع في تصريح بيأكد ان الاكواس بيخطط لتدخل عسكري، خصوصا بعد فشل محاولات تفاوض المندوبين مع الانقلابيين. طبعا وجود قوات فاجنر في الصوره مقوي قلبهم، لان قوات فاجنر بالرغم انها منظمه غير رسميه الا انها اتعاملت بتعليمات بوتين بنفسه، واللي بدأت في 2014 بعدد 20,000 مقاتل، ووصل عددهم في 2018 ل 50,000 مقاتل، يعني جيش، ومش هينسحبوا من النيجر، وده اللي داعم قادة الانقلاب، في حين ان في دول تانية بتحذر من اي تدخل عسكري في النيجر زي الجزائر زي ما قلنا قبل كده، لان ده هيأثر عليها سواء تجاريا او حتى من خلال زيادة الهجرة الغير شرعية ليها، واللي بناء عليه طلع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء صحفي بيرفض اي تدخل مسلح في النيجر. بالطبع تهديد مباشر للجزائر. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبة للتدخل العسكري. والناس يعني الناس اللي عاقلين، الناس اللي يشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وراها اليوم، يعني ما زال مشاكل مطروحة فيها، ما زال دول متشعبة، ما دام كذا، ما زال. شوف ليبيا، شوف سوريا، التدخل العسكري ما يحل حتى مشكل. تدخل الامريكان والروس وتحديدا قوات فاجنر ما عندهمش اي مانع انهم يحاربوا على ارض النيجر، مش ارضنا، يبقى ايه المشكله؟ ولكن سواء من ناحيه فرنسا او امريكا فانهم لاخر لحظه عايزين ينهوا الموضوع بشكل سلمي بقرارات ترضي الطرفين. بس يوم الاربعاء اللي فات 9 اغسطس وعلى حسب كلام BBC المجلس العسكري اتهم فرنسا باختراق المجال الجوي النيجيري بطياره عليها ارهابيين عشان ينشروا الفوضى هناك، ويمكن فرنسا انها تعمل عمليه سريه هناك عشان يحرروا محمد بازوم. ولكن في مصدر حكومي في فرنسا طلع ونفى الاتهامات دي. ممكن يكون الاتهام باطل، او ممكن فرنسا فعلا حاولت تنفذ عمليه سريه ولما فشلت نفوا الاتهام. لحد دلوقتي منظمه الاكواس ما قالتش غير قرارات دبلوماسيه، بس هيفضل قدامهم احتمال التدخل العسكري مطروح، زي ما اتدخلوا قبل كده في 2017 عسكريا في جامبيا عشان الرئيس يحيى جامع يسيب الحكم بعد ما خسر الانتخابات. وخلي بالك ده مش اول انقلاب يحصل في النيجر، بس المره دي فده اخطرهم، واكيد انت عرفت ليه. لان التدخل العسكري في النيجر مش هيبقى سهل زي ما حصل في جامبيا، لان في دول افريقيه زي مالي وبوركينا فاسو بتدعمهم وهتدعمهم لو حصل اي تدخل عسكري عليهم.
وكمان النيجر جغرافيا تعتبر في نص قاره افريقيا، ولو حصل تدخل مسلح في النيجر فده هيأثر على الدول اللي حواليه، بعكس دوله زي جامبيا اللي تعتبر جزيره على ساحل المحيط الاطلنطي، وعشان كده قرار التدخل العسكري فيها كان سهل. السؤال دلوقتي انت شايف ايه اللي جاي؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اتشرفت بمتابعتكم.